الو، السلام عليكم دكتور. والسلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك معلش يكون صدرك راحت معايا شويه. جدا. طيب بقول لحضرتك بالامس انا وجوزي عملنا حادثه. انا الحمد لله رب العالمين انا حجيت وعملت عمره 9 مرات والحمد لله بقيم الليل واي حاجه في السنه النبويه بقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآل البيت. اوكي. بس انا الوقت بقيت انا الحمد لله يعني سني مش صغير يعني 35 سنه. بس انا قبل كده شاركت مع الاعلام كبير عندكم في القناه، وبعد كده من ساعتها بقيت مغرومه بيه جدا 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 لدرجه ان انا تقريبا ال 24 ساعه على اليوتيوب فاتحه عليه وعلى الفيسبوك ويعني كل اخباره بتابعها. فهل ده مثلا يكون ان انا مثلا اثرت في جانب معين ان انا انشغلت مثلا بالاعمال الدينيه شويه بالدنيويه فعشان كده ربنا مثلا اداني مؤشر ان الشيء ده خطا؟ مفيش حاجه اسمها مؤشرات. مش انا بقول لكم في ازمه فكر؟ لا ربنا بيعمل مؤشرات. حضرتك معلش ممكن تسمعني حضرتك. انا بحس ان انت بتتجنى قوي على المشاهدين وبتصفنا بالمتخلفين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبعدين حضرتك هي مش من حولك، هي حبيبه قلبي. يا حبيبه قلبي وقلب مامتك يا حبيبه قلبي. خليها تتكلم. ادي احنا لسه ما جاوبناهاش وابتدت تحط عليا انا فظا غليظ القلب. شفتوا لا حضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشاور كل اصحابه بيشاوروه في الدين وكان عنده صدر رحب وكان عنده 23 سنه يدعو فيهم. انا عندي 33 دقيقه يا مهفوفه. قريب انا الاول. ايوه طبعا يا بنتي لازم تفرقي بين برنامج ضيق. انت حضرتك دكتور. طب هنتكلم احنا الاثنين مع بعض. خليني افيدك يا حبيبتي. خليني اتعامل معاك على ان اب يعني. خليني افيدك بلا اب بلا جراند فازر يا بنتي. خليني افيدك. لا مش جراند فازر. خليني افيدك بس. اوكي مع حضرتك. شوف يا بابا، اولا ما تتعاملي معايا كأب كأستاذ كأي حاجة في الدنيا، فدي معيارية ليست حقيقية. يعني بنتي اللي جوزتها وخلفت 5 النهارده الله يبارك لها فيهم ويشفي مريضهم. زيك انت مثلا لما تكلميني او تتعلمي مني لا استحالة. دي كنت بجيب لها من عند ريموندوس ولعب وشخاليل وصيف وشتاء ورحلة ايامي واخدها جنب اجيب لها المغرفة والملوخية واجهزها. ففيه بنوة حقيقية وفيه بنوة اعتبارية. ما تخلينيش في ساعة أبقى أبوك زي ما كنت أبو إلهام وسلمى. ما ينفعش بتظلميني وهتقولي فين مقتضى أبوتك. أبوتي دي يعني حاجة عالية. العالي ده ما نسقطش عليه تهم. فظا غليظ القلب ده أولا ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام. هكمل عليه الصلاة والسلام. أبوس إيدك يا حبيبتي اسمعيني اتعلمي جملة مفيدة. بص قال له ولو كنت يعني ما كانش. لو كان سجود لغير الله لأمرت الزوج. ما فيش سجود لغير الله. أكيد فكلمة بالظبط. فشوف يا حبيبتي زي ما قلنا في مفارق كبيرة جدا. أنا قدام نقطتين 2. أولا ما فيش إشارات من ربنا، ده دجل وشعوذة وهيودينا زي ما ودانا ورا قوي. لما نام ربنا بيبعت فيه رسائل. الرسالة جت هي القرآن وأتمها محمد صلى الله عليه وسلم وقال له تعالى لي بقى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مفيش حاجة اسمها إشارات وغير إشارات. في حاجة اسمها ورقة وقلم وعقل. الحاجة اللي هتعطلك عن شغلك وعن أداء صلاتك في أول وقتها حرام حتى لو كانت قراية القرآن الكريم، مش متابعة إنسان تعودي له ولا متابعاه. ده كلام. انت فاضيه وعايزه تستفيدي من اي حاجه خلقها ربنا ما فيهاش معصيه، اسمعي بالقدر اللي لا تمل منه. لو مللتي قومي، لو الاذان ادن اجري، لو وراك شغل الحقي، لو عندك حله على الطبيعه على البوتاجاز الحقيها لا تتحرق وتولع. وتشوفي ده الدين. مش الدين ان انا استغرق حتى كل وقتي في ان انا اسمع شرايط او اقعد قدام اليوتيوب اسمع شيخ والاكل يتحرق. ده ربنا يغضب عليك ويلعنك. مش عباده. الدين بقول أنا بصابر جدا عشان أعلمكم أبجدياته.